السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم اليوم طاجين الحلوب مقادير مضبوطه وما يجيكش حلو بزاف ويجي السيرو تاعو صافي كي المرايه، ما يجيش كامل الكحل مع جميع اسرار نجاحه. وجبته لكم بالكيله، ما راحش كامل تتلف لكم وبطريقه سهله وبسيطه. هنا جبت الفواكه الجافه تاعي، عندي برقوق والمشمش والزبيب. تقدروا تضيفوا الا تحبوا الاناناس ولا كيوي ولا اي حاجه. نجيب الكيلة تاعي اللي راح نكيل بيها الفواكه الجافة، ندير كامل الفواكه الجافة. انا راح نكيل بهذا المول كيما راكم تشوفوا. كمية من الزبيب، نزيد له كمية من المشمش، ونزيد له كمية من العينة بهذه الطريقة كيما راكم تشوفوا حتى تعمر لنا كامل الكيلة اللي عندنا. هنا نحكم الكيلة تاعي تاع الفواكه الجافة، نحط الزبيب وحده مع المشمش، ونحط العينة وحدها. كيما نعرفوا العينة راح تطلع لنا شوية اللون البني، ما نخلطوهاش مع ما نخلطوهاش مع الفواكه الاخرين. هنايا درتهم كل واحد وحدهم، نفرغ عليهم الماء سخون في زوج، نديرلهم ماء يكون دافي من الاحسن، ونخليهم حوالي نص ساعة في هذاك الماء، ربع ونخليهم حوالي ربع ساعة نص ساعة. إلا كان عندكم الوقت الكافي خليهم حتى لساعة كاملة يتشمخون في هذاك الماء السخون. ومن بعد نشفهم من الماء ونروحوا نديروا طاجين الحلو كيف كيف. في السيرو تاع طاجين الحلو تاعي جبت الكيله اللي كيلت بها الفواكه الجافه، درت كيله ناقص اصبع تاع السكر. بهذه الطريقه ما راحش يجي طاجين الحلو تاعكم حلو بزاف، راح يجي شويه ناقص حلاوه، راح يجي معتدل يعني ماشي حلو بزاف، يجي مليح. ندير هذيك الكيله ناقص اصبع نتاع السكر، نزيد نضيف لها 2 كيلات نتاع الماء بارد عادي ديروا الماء بارد عادي. نخلط هذاك السكر مع الماء بهذه الطريقه، ما نخلوش ديريكتوم ونحطوه فوق النار باش ما يتكرملناش هذاك السكر من تحت. نخلطوه جيدا حتى ينسجموا مع بعضهم. نضيف عليهم 2 نجمات هذو نجمة الأرض، إلا ما كاش عندكم تقدروا تستغناو عليهم. ونضيف عليهم كمية تاع القرفة، حوالي 2 عيدان تاع القرفة، ونضيف لهم مغرف كبيرة تاع المارغرين. نخلطهم، نروح نحطهم فوق النار يتقلاو 10 دقائق. حسبوا لهم ملي يبدا يغلي السيرو 10 دقائق. كي تفوت 10 دقائق نجي نضيف له هذاك الزبيب مع المشماش. نعاود نرجع الطاجين الحلو تاعي فوق النار مع هذوك الفواكه المجففه، نخليهم 10 دقائق واحد اخرين حتى يطيب لنا هذاك الزبيب مع البرقوق تقريبا 91%. بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. هنايا بعد ما طابوا لي خليتهم 10 دقائق حتى لربع ساعه. كي تشوفوهم تقريبا طابوا، هنا نجي نضيف عليهم كميه تاع العينه اللي عندي. نزيد نروح نحط الطاجين الحلو تاعي حوالي 5 دقائق هكاك، وتكون العينه تاعنا طايبه. كي تشوفوا العينه تاعكم طايبه معناتها طاجين الحلو تاعنا راه واجد. وفي الاخير نضيف له كميه تاع الماء الزهر حوالي ربع كيله من اللي درناها. انا هنا درت ماء زهر مركز على بها ما كثرتش بزاف. ضيفوه في الاخير باش تبقى لنا الريحه تاعو والبنه تاعو. الريحه راهي دايره حاله في الدار يا البنات. وهنا خليت السيرو تاعو شويه خفيف، ما ثقلتوش بزاف لخاطر راح نخبي منه. كما نعرفوا الطاجين الحلو كي تخبي منه راح يزيد يثقل في الفريجيدان. كانت هذه الوصفه تاع اليوم حبيباتي، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. والان ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، الى اللقاء.